كابتن محمد، ألف مبروك الفوز. الله يبارك فيك. كابتن محمد، حدثني عن آخر المستجدات الفريق الاتحادي وآخر استعداداتكم لمباراة الآسيوية. والله من ناحية استعدادات يعني الحمد لله احنا مستعدين من وإلى، يعني من فريق لطاقم شو اسمه الطاقم الإداري، يعني الحمد لله العيال كلهم متحمسين للمباراة هذه، وإن شاء الله يعني احنا نوعد الجمهور إن شاء الله يعني بتقديم المزيد إن شاء الله، يعني لا يقول يعني الاتحادية بيلعبوا يعني ما بيلعبوا بقلب حاجة، لا احنا ما بنتوقع شيء، لكن إن شاء الله احنا نوعد الجمهور الاتحادي يعني إن شاء الله ده هو دائما يساندنا، يعني الجمهور الاتحادي اللي معروف بالاصفر والاسود، يعني ان شاء الله احنا نوعدهم بالمباراه، وهذا كل اللي عندنا ان شاء الله، والتوفيق من الله عز وجل. كابتن محمد، في بدايه الدوري تحدثت وقلت انه الدوري اتحادي، باقي مبارتين على نهايه الدوري، ايش ردك على الكلام اللي انت قلته من بدايه الدوري؟ والله شوف، الكلام اللي قلته انا من بدايه الدوري معناته تحدي، وانت تعرف كيف احنا اذا تحدينا وهذا، لكن احنا ان شاء الله الاتحاد برجالاته وكل حاجه يقدر الجمهور ويقدر يقدم المستوى المامول عليه، لكن ان شاء الله المباراتين الجايه اللي هي ضد الهلال وضد النصر هي اللي راح تثبت ان الاتحاد هو اللي حق بالدوري هذا ان شاء الله. كابتن محمد، اثارت احد الصحف خبر قالت عنك بانك حابب انك توقف بعد السنه هذه عن الاتحاد او ناوي انك تبتعد، ايش صحة الخبر؟ شوف يعني الكلام هذا هو صحيح في البدايه، لكن انا اتمنى يعني انا اتفقت مع الاداره الاتحاديه ان شاء الله يعني الاداره يعني تراعي ظروف وزي كذا، يعني انا حتى لو سنه واحده نجلس يعني حتى لو نجلس سنه واحده يعني برا الفريق، يعني اهم شيء يعني موافقه الاداره ان شاء الله، يعني الاداره تراعي الظروف ان شاء الله. شكرا لك كابتن محمد، بالتوفيق.